اكيد ما كنتش تعرف ان الاناناس كان ب 5000 دولار. الاناناس اصله من الاماكن اللي بين البرازيل والباراجواي، فكان مش معروف في اوروبا، ووصل اوروبا بسبب كريستوفر كولومبوس لما سكان جزر جوادلوب الكاريبيه قدموه له كترحيب في اواخر القرن ال15 عام 1493 في رحلته الثانيه، فعجبته فسماه صنوبر الهنود بسبب شكله، وخد كميه معاه. بس عقبال لما وصل اوروبا الكميه كلها عفنت الا واحده اداها للملك فرديناند الثاني هديه، وزاد الطلب عليها، بس كانت حكر على الملوك والنبلاء، وده بسبب تكلفه الشحن العاليه من امريكا الجنوبيه لاوروبا، لدرجه انه وصل سعرها تقريبا ل 5000 دولار في يومنا ده. وكانوا بيستخدموه للديكور مش للاكل، لانه كان رمز للغنى والجمال. وخد التقيله، كان في محلات بتاجره عشان الناس تتباهى بيه وقت الحفلات، وقبل ما يعفن يبقوا للاغنياء. وكانت في بيوت كمان بتتعمل على شكل الاناناس، وسماه الملك تشارلز الثاني فاكهه الملوك. وكان كمان بيستخدم كهدايا لتحسين العلاقات بين الدول. وفي عام 1625 حرم الملك جيمس الاول ملك انجلترا اكله، وسماه بالفاكهه المحرمه، لاعتقاده انه من حلاوته هو اللي خرج سيدنا ادم وستنا حواء من الجنه. وبعد كده الانجليز عملوا خيم من الزجاج مناسبه لنمو الاناناس. وفي سنه 1675 طلب الملك تشارلز الثاني رسم لوحه ليه هو واول ثمره اناناس طلعت في بستانه وفي انجلترا كلها، وده بعد اكتشاف الاناناس في اوروبا بحوالي 200 سنه. واحنا سيبنا اسمه زي ما هو، لكن الانجليز والاسبان غيروه. وبس كده خلص الكلام. سلام.